اقوى دسات حليم تاج السر لسولجا في تراك فاول. كديسة بقول لها بس، لا بلف لا بدور لا بدس. قالت كديسة ده قلت لي بس فضل دقايق بس طالع على الشو. للمعلومية يا شباب طبعا حليم دس سولجا ونزل دستراك في اقل من 24 ساعة. قبل ندخل في الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس يا شباب عشان نكون كتار، وشكرا لدعمكم في اللحظات اللي فاتت، وخلونا نخش في الموضوع على طول لانه حار من الفرم. جلسة يا جنك على صغر سنك. طبعا زي ما شايفين يا جماعه سولجا دخل وبيقول جلسه يا جنك على صغر سنك، يعني بيقول هو صغير في السن. طيب شوفوا حليم قال له شنو؟ انسان وما في زول كامل، بعرف اتعامل ما بعرف اجامل، معلم كبير الدنيا مني حال. طبعا لو ملاحظين سولجا بيقول جلسه يا جنك على صغر سنك، بيوصف نفسه بالصغير، وحليم بيقول كبير والدنيا مني حا، يعني بيوصف نفسه بانه هو الكبير. وطبعا حليم كونه يقول الدنيا مني حا زي ما عارفين انه فاهمين انه يعني بيعني البيبي. وهنا زي ما عارفين سولجا كان عنده تراك بعنوان دنيا، وحليم بيقول الدنيا مني حا وبيقول انا كبير. هذه الدنيا ما فارقة سينا من سنيا، معلم كبير الدنيا مني حال. طبعا النغزه ما كانت واضحه جدا، وانا اتحدى اي محلل ولا اي زول بيسمع سين سوداني يطلع يوضح لي النغزه دي هنا. بالنسبه للناس اللي بيقولوا لي يا علاء انت بتحلل من راسك وبتجيب من راسك، انا بعمل رياكشن بعد ذاك بحلل يا جماعه، واي زول عنده راي في الحاجه دي ممكن يوريني في الكومنتات، وانا قابل لاني اسمع كلام اي زول واعدل لو كان كلامه صح. وبالنسبه لديس حليم لسولجا في تراك دنيا رجع لورا، الحاجه دي ناس كتار ما لاحظوا لها وانا لاحظت لها من المره الاولى. كلهم راجنك بابا علي منك. كديسة بقول لها بس، لا بلف لا بدور لا بدس. طبعا زي ما شايفين يا جماعه سولجا قال كديسة بقول لها بس لا بلف لا بدور لا بلف. طبعا هنا قاصد حليم بصوره واضحه. قالت كديسة ده قلت لي بس فضل دقايق بس طالع على الشو، ابعت رسالة لقلبك المخلص. وطبعا هنا النغزه والدس واضح جدا وزي وضوح الشمس. كده سطامين كلهم كده متشرحين، انا زي الامين بسوق معاي كل المدافعين. وشوفوا رد حليم للقطه دي تحديدا كان واضح جدا. رشة تداول شفتها واضحة جات في القوم بس حكم معرر قال فاول. لطفا يا جميل دعما للغناء اضغط على زر الاشتراك واكبس لايك وخلونا نواصل. الناس دي من حلقي ما بتتبلح، الناس دي من رجلي ما بتتقلح، ناس غير باسمي ما بتتسمع، دي ضريبة القوت لازم تدفع. طبعا دي السولجا يا حليم هنا واضح جدا، بيقول له انه غير باسمي انت كان ما بتتسمع، يعني لو ما انا ما بتتسمع. فنشوف رد حليم. اسمي في السوق تقيله بالدوزر زي البشير قال لي اني في كوبر طبعا النغزه والدس ورد حليم لسولجا هنا كان واضح جدا جدا، ورد عليه وبيقول لي انه انا اسمي كبير في السوق ومعروف جدا. يا الله وفقنا في البيزنس، يا الله بيننا البسشيس، قرب بيني وبين الليكزيس. السر والساب الشنطه في اللكس، هتقلب رصاص تلقانا اول سوتر، داون تاون مخيد بسكوتر. طبعا هنا رساله من حليم واضحه جدا، او نغزه او دس واضح جدا لسولجا بانه سولجا مهووس بالليكزيس، وبقول لها يا اخي شكله الزول ده مصاب بالهوس بتاع الليكزيس، لكن انا في الداون تاون يعني في مركز المدينه بخرمك بسكوتر. السكوتر ده هو اقل من العجله الصغيره اللي بيسوقها الزول. كده سطامين كلهم كده متشرحين، انا زي الامين بسوق معاي كل المدافعين. طيب يا شباب دي اكتر النغزات او الدسات الواضحه في دستراك حليم لسولجا في تراك فاول. طيب يا جماعه زي ما عارفين استنتجت لكم اقل دسات ممكنه، ولسه التراكات مليئه بالدسات والنغزات دي كل اللي فيها يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس يا شباب عشان نكون كتار، ودعمكم هو اللي بيخليني اقدر استنتج اكتر واستنبط اكتر واقدر احلل لكم بصوره ممتازه جدا جدا، وعدم دعمكم بيخليني في كثير من الركود وبكتفي برياكشن اكتر من اني احاول اتعمق في التراك كثير. فاتمنى الدعم والاشتراك في القناه يا شباب، واتمنى المساعده، واتمنى كل الناس تحاول تقيف معايا عشان نكون افضل قناه في تحليل الراب السوداني يا شباب. وشكرا لدعمكم في كل اللحظات اللي فاتت لغايه ما اشوفكم في تراك جديد. ارسل اللوكيشن راي ناو، انا في الستيشن راي ناو، الحياة روتيشن راي ناو، احنا في انيميشن راي ناو.